السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نقول اي حاجة، يلا لسه ما حطش لايك يحط لايك بسرعة، واللي لسه لأول مرة يشوفني ضغط اشتراك، ضغط لايك، اكتب لي كومنت حلو، ونضم لعيلتنا الجميلة، خلي عيلتنا تكبر بيكم. هنا انا معايا فرخة غسلاها ونقعاها، ودلوقتي شطفتها كويس، جبتها في الصينية بتاعتي وبفتحها كده فتحات صغيرة بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص خلصنا الفرخة وجهزناها. تعالوا نحضر التتبيلة بتاعتها. معايا بصلاية واحدة، بصلاية واحدة مع نص طماطماية. انا مش عايزة حاجات كتير، انا عايزة خضار حاجة قليلة خالص. معايا بصلاية حجم وسط، نص طماطماية، قرن فلفل حراق. عايزة تحطيه بارد حطيه بارد مفيش مشكلة. هنحط عليها بهارات ايه؟ هحط ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، بهارات شوي. حط ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، دي 7 بهارات، وبهارات شوي، وبابريكا، دي البابريكا نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة من 7 بهارات، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، ومعلقة من بهارات الشوي. الملح بقى بتظبطيه حسب رغبتك. او البهارات تاني: ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، 7 بهارات، بهارات شوي. تحط عليهم معلقتين من الخل، يا حاجة هم معلقتين بس، معلقتين من الخل بس، المعلقة دي صغيرة، تحط معلقتين كبار بس، انا عشان كده حطيت 4. ورقتين لورا، ونص معلقة سكر، معلقتين خل، ونص معلقة سكر. خل والسكر زي ما احنا متفقين وعارفين ان الخل والسكر بيساعد على التسوية. هنا دي خلطة المشاوي اللي هي بهارات الشوي اللي قلتلكوا عليها، هاخد منها معلقة. تمام كده كده. خلاص جهزنا الخلطة بتاعتنا الحلوة: طماطم، بصل، فلفل، ورق لورا، ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات شوي 7 بهارات، بابريكا، ومعلقة توم مفروم، معلقتين خل، نص معلقة سكر. نفرم كل الكلام ده في الخلاط او في الكبة زي ما تحب، انا فرمته في الخلاط. وهعمل مساج للفرخة بتاعتي بالتتبيلة الحلوة الجميلة دي. ما حطيتش فيها زبادي، ما حطيتش لبن رايب، ما حطيتش اللي شفتيه حطيته قدامك، ده هو ده اللي انا عملته. وهتاكلي احلى فراخ مشوية بريحة وطعم، وتتبيلة بسيطة جدا ما فيش فيها اي حاجة. والله الريحة والطعم كانت تجنن. جربيها بالطريقة دي وهتعجبك قوي. هنا بقى هعمل لها مساج زي ما قلت لك، خليها غلفيها كلها بالتتبيلة بتاعتها. وهنعمل التتبيلة دي لازم تركنيها اقل حاجة ساعتين، تتبليها وتركنيها ساعتين. ويستحسن تبيتيها في التتبيلة لو هتشويها على شبكة الشوي اللي هي بتاعت على الشبكة بتاعت الشوي اللي هي اللي بتاع الفحم دي، مش عارفة اسمها ايه، على الشبكة يعني. لو مش هتحطيها في صينية، تمام، اذا تشويها على الشبكة تبليها من بالليل عشان تاخد التتبيلة بتاعتها كده وكلها تشرب من التتبيلة. لكن انا هعملها النهاردة في الصينية زي ما انتوا شايفينها كده. تبلتها هركنها ساعتين، وبعد كده هوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. هتشوفوها معايا قبل ما تدخل الفرن. بصراحة انا كنت عاملاها وناوية اعمل سلطات جنب منها وعيش وخلاص. قالوا لي لا يا ماما اعملي لنا رز جنبها، ما تعمليش عيش. عملت طبق بطاطس ورز والفراخ بس. هنا بحضر للبطاطس، قطعت بصلة
عليها نص معلقه توم مفروم، عليها قرن فلفل حراق، وهنزل عليها بالبطاطس وعليها بهاراتها والطماطم بتاعتنا، واحلى طبق بطاطس هناكله. بس مفيش اسهل ولا احلى من كده. قطعت بصل فلفل توم، شوحتهم مع بعض، نزلت عليهم بالبطاطس، هحط عليها البهارات، الملح والفلفل الاسود والكمون وبهارات بطاطس، وهنزل عليها بالطماطم بتاعتها. بس كده، واسيب البطاطس بتاعتي لحد ما تستوي، وهتشوفوها معايا لما تستوي. يلا اللي وصل لهنا ولسه ما حطش لايك حط لايك بسرعه، انزلي اشتركي لو لسه ما اشتركتيش. شرفيني ونوريني في عيلتي الجميله. هنا خلاص حطيت البهارات بتاعتي، هدي البطاطس تقليبه كده على السريع، وانزل عليها بالطماطم، وهغطيها واسيبها لحد ما تستوي، ولا هزودها ميه ولا اي حاجه، انا هسيبها بطماطمها لحد ما تستوي وهي ناشفه كده جميل. هنظبطها، اغطي عليها واسيبها تستوي مع نفسها. وتعالوا نشوف الفراخ بتاعتنا الاول، او البطاطس اوريكم البطاطس وهي بتقلب اهي، نغطي عليها. البطاطس خلاص استوت ما شاء الله. كل ده وانا لسه ما عملتش حاجه في الفراخ تبلتها وركناها، بس قلت اخلص بقيه الحاجات جنبها على ما الساعتين دول يعدوا. خلصنا البطاطس وغسلنا الرز وركناه. تعالوا بقى نشوف الفراخ. الفراخ انا مغلفاها بالورق الفويل زي ما انتم شايفين، لان زي ما قلت لكم هعملها في الصينيه، مش هحطها على الشبكه، انا هعملها في الصينيه زي ما هي كده، لان انا عايزه الصوص اللي هينزل منها. مفيش شوربه، فاحنا لازم يكون في جنبها صوص. كده تمام. اقفلها، افتحها بوريها لكم اهي، لكم ان انا لسه ما سويتهاش. هغلفها تاني، هقفل عليها بالفويل كويس، وهدخلها الفرن. وهتشوفوها، هنغمض ونفتح نشوفها وهي مستوية في الفرن. يا دوب هتغمضي هتفتحي هتلاقيها خلاص استوت. الفراخ بتاعتي زي ما قلت لكم انا بحط لها الملح السكر والخل، بيساعدوا على التسويه، ما بتاخدش وقت طويل في السوى، يعني هي تقريبا قعدت ساعه الا ربع اهي. شوفي الجمال، استوت. هشيل بقى انا ورق الفول من عليها عشان وشها يحمر، عشان احمرها بقى وادي لها اللون الجميل بتاعها. الله، ما مستويه سوى جامد، تحفه. كده تمام. نشيل بقى الفويل بتاعها ونحمرها ونشوف شكلها بعد ما اتحمرت. شوف هعمل فيها ايه كمان. لسه تركايه صغيره كده عشان ناكل فراخ مشويه، ومشويه كمان على الفحم، بس اخر تركايه هعملها فيها بعد ما اطلعها من الفرن. هنا خلاص اهو، زي ما قلت لكم شلت الفويل من عليها، ولعت الشوايه، اول ما تحمر هطلعها. تعالوا بقى شوفوا الجمال بقى، شوفي الجمال، شوفي اللون وجماله. والله الكاميرا ظالمه اللون، والله اللون على الطبيعه احلى واجمد بكتير من كده. وحطيت البطاطس جنبها كمان تتحمر. هطلعها بقى واحطها في طبق التقديم بتاعها، ونولع حته فحمايه صغيره كده، وتحطيها في ورقه فويل وعليها نقطه زيت صغيره، وغلفيها تاني. انا مجهزه الفويل ومولعه على الفحم. الفحم هحطه هنا على طول. شوفي اللون، اقسم بالله لون الفراخ تحفه، تحفه بجد. غطي بقى كويس قوي الفرخه، غلفيها بورقه الفويل،
اللي فيها البخار ده يفضل مكتوم جوه الفرخه. هتاكلي الفراخ مش هتصدقي ان هي مشويه اصلا في الفرن، والله هتقولي هي مشويه فعلا على الفحم، تحفه بجد. هنا بقى خلاص هغلفها اهو. البطاطس بتاعتي جاهزه. على ما اغرف الرز واغرف البطاطس واجهز السفره بتاع الترابيزه بتاعتي، هتكون الفرخه بتاعتي اخدت ريحه الفحم بتاعتها، والفحم خلاص طفت. تشمي احلى فراخ مشويه على الفحم، تاكلي وتشمي طعم وريحه يجنن. تعالوا بقى اتفضلوا معايا وقولوا لي ايه رايكم في الغدا بتاعنا النهارده. اوعوا تنسوني باللايك والاشتراك، ودعوه حلوه منكم ليا لكم بالمثل ان شاء الله. يلا لو لسه ما اشتركتيش اشتركي بسرعه، وانزلي حطي لايك، كملي الفيديو للنهايه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.